السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غنشوف واحد الموضوع اللي هو مهم جدا، عنده علاقة بالأخطار. إلا وقع لي شي مشكل، شي خطر في السيارة أو شي خطر في الطريق، بحال مثلا إلا كنت ماشي مثلا بواحد السرعة وبغيت ندوس على الفرامل، جبت الفرامل ما كاينينش، إما تقطعوا الفرامل أو وقع لي مشكل في الفرامل، بغيت تجبر لي السيارة مرة بالفرامل سواء بالرجل أو اليد. إلا ما جبرتهم شي مرة وأنا ماشي بواحد السرعة كبيرة، كيفاش نوقف السيارة ديالي بر الامان باش ما يوقعليش شي مشكل؟ اول حاجه بعدا ملي توقع لي شي مشكل في السياره ديالي، اول حاجه ما نخافش. اي حاجه في السياره ما نخافش بزاف. علاش؟ الا غتخاف ولا يوقع لك شي مشكل، ما توقفش السياره بالطريقه الصحيحه، يقدر يوقع لك شي مشكل في الطريق. لهذا ما جبرتش الفرامل، كندوز الفرامل وما كنجبرهمش لانهم كيشبروا، اولا الفرامل ديال اليد وما كيشبروش. كاين واحد الطريقه سهله جدا، اني غنعمل السياره ديالي وعاد توقف السياره بكل هدوء. وكل ما كان الخطر اكثر، كل ما كانت العمليه اللي غنخدموها دابا عمليه اسرع. كل ما كنت عندي مسافه ولا عندي مساحه بين انني نوقف السياره ديالي، نخدم بكل هدوء بشويه عليا. لكن الا كان قدامي بزاف ديال الاخطار، نقدر نعمل هذه العمليه هكا دابا انا غتعملها بكل سهوله وبسرعه. اذا انا مثلا على سبيل المثال غادي نكون ماشي بواحد السرعه، نقولوا ب 80 كم في الساعه، على سبيل المثال 80 كم في الساعه. غنجربوها دابا وغادي نوقف السياره ديالي بلا فران بلا والو. مثلا غنزيدو السرعه، نكون ماشي مثلا كطريام، ها هي المستوى الرابع، وغادي نعمل انا المستوى الخامس. مزيان، تبعوا معايا مزيان. شنو غنعمل دابا؟ انا ماشي مكسيري السياره ديالي، كنحيد الاكسيراتور مره، وكتخلي السياره تهود من السرعه ديالها، تنقص توصل للسرعه ديال 60. وصلت السرعه 60 كتعمل لومبرياج وكتردها كطريق، كتطلق اللومبرياج، السياره كتسقال شي حاجه. ملي غنبقى ماشي توصل السرعه ديال 40، عرضها تروازيام. نبدا تروازيام، كل ما كنقص مستوى السرعه كنحس بالسياره ديالي كتسقال شويه بشويه، نحس بها بطات تقريبا 40 اولا 30، نعمل لا دوزيام بهذه الطريقه، رد لا دوزيام ونطلق اللومبرياج، نحس بالسياره ديالي بحال هكا باغا توقف. اش كنبقى نعمل ديك الساعه؟ كنبقى نشد اليمين ديالي هايدا وكنعمل لومبرياج وكنردها بروميير. من بعد حس السياره بحال اللي كتبغي توقف بيا، السرعه كتنقص ما السرعه كتنقص بيا، وانا كنحاول كيفاش نثبتها في طريق مستقيم ومعوض. بلا توقف بيا السياره صافي، تحس ان السياره وقفت بيا، هي ماشي كتوقف شويه بشويه. الا كان هذا الفران ديال اليد خدام مزيان، يعني جبرت انه يعمل، كنوقف السياره بهذه الطريقه كنوقفها. لكن جبرت انا هذا ما خدامش، اش غادي نعمل؟ غنخلي السياره ديالي بالطريقه هذه. انا كنوقفها دابا، نحاول نوقفها بشي موطع يكون امن، ما يكونش في الطريق مزيان. وغادي نسكت السياره ديالي، غنطلق اللومبرياج. هاي وقفت السياره بلا فران بلا والو. انا وقفت السياره ديالي بلا فران بلا والو، واخا كنت ماشي بواحد السرعه ديال 80 كم في الساعه، كنت عامل واحد المستوى الخامس. بقيت كنكراطي كنرد يعني كطريام، عاود كنخليها تمشي، كنردها تروازيام على المستوى الثالث والمستوى الثاني والمستوى الاول. كتخليها حتى المستوى الاول يوصل لواحد العدد، من بعد كيتنزل مستوى السرعه، كنعمل البروميير ديالي وكنطلق اللومبري. من بعد كتسكت السياره، كتوقف بيا السياره بكل سهوله. انا وقفت بلا فران بلا والو. اذا هذه الطريقه الا كان الفران ديال الرجل او الفران ديال اليد ما خداميش، ضربت على فران الرجل ما جبرتوش، فران اليد جبرته ما خدامش، ما كيشبرش مزيان، نخدم بهذه الطريقه هذه. الا كان فران اليد كنعمل نفس الطريقه، كنرد حتى المستوى الاول، من بعد كنطلع فران اليد، كنوقف السياره ديالي بشويه بشويه حتى كتوقف السياره بالطريقه هذه. ما كنطلعش هيدا، بالتالي كنطلع غير هيدا شويه بشويه حتى كنوقف السياره ديالي. هادشي اللي كان اليوم في هذا الفيديو هذا. نتمنى التيسير والنجاح كل شيء، ونتمنى الله عز وجل يحفظ الجميع من كل سوء. الى اللقاء.